السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اللي غادي نحاولوا فيه نفهموا بواحد الطريقة واضحة بسيطة ولكن معمقة في كل ما كيتعلق بقانون الإطار 51-17 والرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والبرنامج الوطني لدعم البحث العلمي والابتكار 2025-2028. هذا الشيء مهم بالنسبة للناس اللي انتغاسي بالكونكور ديال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وهاد المواضيع راهم ماشي غير واحد الوثائق تقنية ولكن هما العمود الفقري ديال مستقبل التعليم والجامعة والبحث العلمي في المغرب. ونبداو على بركة الله باش نفهموا علاش المغرب وصل لقانون الإطار 51-17. كيخصنا نرجعو شوية للور. المغرب جرب بزاف ديال الإصلاحات التعليمية وكان كينتقل من مخطط لمخطط ومن برنامج لبرنامج، ولكن الإشكال الكبير اللي كان ديما حاضر هو غياب الاستمرارية. يعني فاش كيدير واحد المخطط ما كيكملوش حتى الاخر في التنفيذ ديالو. في كل مرة كانت كتجي شي حكومة جديدة كتجيب أفكار جديدة وكتبدل المسار كامل، وهذا الشيء كيخلي التعليم بحال واحد القطار اللي كل مرة كيبدل السكة ديالو، يعني ما عمره ما غادي يوصل لهذيك البلاصة فين يعني مخطط. وشنو هما أبرز الإخفاقات يعني اللي عرفوا؟ فكان هو الميثاق الوطني للتربية والتكوين اللي كان سنة 2000. هو كان واحد المشروع يعني اللي زوين، يعني كان فيه واحد الطموحات، ولكن التطبيق ديالو واجه واحد المشاكل هي كبيرة. التمويل ما كانش كافي، الحكامة كانت ضعيفة، التنسيق ما بين القطاعات حتى هو كان شبه غائب، وحتى الآليات تاع المتابعة والتقييم ما كانوش، والالتزام يعني طويل الأمد قلنا ما كانش. دونك المشكل ما كانش في الرؤية وإنما كان في التنزيل ديال هادوك يعني المخططات ودوك الرؤى. يعني التصور كان زوين ولكن التقنيات باش كيطبق كانت ناقصة. دونك شنو هي النتيجة اللي حصلنا عليها؟ أن التعليم ما وصلش لهذاك المستوى اللي حنا كنا كنتسناوه. ديما الجودة بقات ضعيفة والمغرب كيضطر يرجع يعيد التفكير من جديد، يعني في شي رؤية جديدة. دونك الواقع ديالنا كان كيعرف واحد التحديات اللي هي كبيرة: ضعف ديال الجودة ديال التعليم، وعدم ملائمة هذاك التكوين مع سوق ديال الشغل، ضعف ترتيب الجامعات، يعني فاش كيجيو يشوفوا الجامعات المغربية في الترتيب عالميا كيكونوا في الاخر، ضعف الاثر الاقتصادي لهذاك البحث العلمي، حيت البحث العلمي راه عنده واحد الاثر على الاقتصاد، ولكن حاليا مع باقي يعني ما كاينش الاصلاحات وداك الشيء فكاين عنده واحد الاثر اللي هو ضعيف. وباقي عندنا يعني استمرار ديال الهدر المدرسي، وحتى البنية المؤسساتية كانت مشتتة. هذا الشيء شنو خلى ان هذاك المجلس الاعلى للتربيه والتكوين يدير تقييم شامل وكبير، وهنا غادي يجي واحد النداء حقيقي ديال التغيير. دونك بعد واحد التقييم ديال 15 سنه ديال الاصلاحات، المجلس الاعلى غادي يخرج بواحد الرؤيه استراتيجيه 2015 2030. شكون هي هذه الرؤيه؟ هي واحد الوثيقه فيها واحد التوجهات كبيره، وهو واحد المشروع اللي شامل ويكون عنده واحد الرؤيه مستقبليه. يعني المدرسة كيفاش خاصها تكون؟ خاصها تكون منصفة، عادلة، يعني تكون فيها الجودة، منفتحة للمستقبل، وسورتو كتخدم ليا التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولكن كانت واحد المشكلة: الرؤية هاد الرؤية الاستراتيجية بوحدها ماشي ملزمة، وباش داك الإصلاح يحافظ على الاستمرارية ديالو ضروري خاصو يدخل واحد الإطار قانوني. دونك هنا كيفاش جانا هذا القانون اطار 51-17. وهذا القانون يعني هو ماشي كان واحد القانون اللي بسيط، ولكن كان كيرسم لي المبادئ الكبرى وكيضمن لي الاستمراريه اللي هما كانوا كيقلبوا عليها. يعني حتى الا تبدلت الحكومه الاتجاه العام ما غاديش يتبدل. يعني القانون الاطار بحال واحد الطريق السيار، يعني اللي كيحدد ليا مره واحده الطريق، واللي دخل عليه من بعد كيخصو يتبعو. يعني جات واحد الحكومه خاصها تتبع في يعني التنزيل ديال هذوك الرؤى، ماشي تعاود هي تجيب لي افكار جديده ومخططات جديده. هاد القانون الاطار كان عنده ثلاثه تاع الاهداف. الهدف الاول وهو ارساء مدرسه على الانصاف والجوده. هنا الانصاف شنو كان كيعني بها؟ أنه يتعمم التعليم الأولي والتعليم الأساسي، ويدعم لي اجتماعيا هذوك الفئات الهشة، ويواجه الهدر المدرسي. هذا الشيء كيفاش بغا يديرو؟ بغا يدير برامج الدعم الاجتماعي بحال تيسير النقل المدرسي، دوك الداخليات، الدعم المادي للمتمدرسين. يعني الإنصاف هو باش كل ولد أو لا بنت في المغرب تكون عندهم نفس الفرصة، واخا يكون الفقر واخا يكون البعد الجغرافي، ما يبقاش هذا الشيء عائق بالنسبة لحتى شي واحد.
وبالنسبة للجودة فشنو كيعنيو بها؟ فكانوا عندها ثلاثة تاع المستويات: الجودة ديال التعلمات، الجودة ديال المناهج، والجودة ديال تكوين الأساتذة. بالنسبة للمهنة ديال الأستاذ، فهنا شنو قالوا باش يطوروا يعني التكوين ديالهم؟ فقالوا أن التكوين خاصو يكون أساسي، يعني داك التكوين الأول خاصو يكون طويل وقوي ويكون مستمر. يعني درنا لكم في الخطرة الأولى تكوين أولي، ولكن من بعد أشاك فوا خاصنا نديرو لكم تكوين ويكون واحد الكفايات مهنية، ويديروا يعني تبني دوك البيداغوجيات الحديثة، ويكون التقويم حتى هو مستمر. والجودة ما كانش مطلوبة غير في الدروس اللي كيشرحوا، وإنما حتى الطريقة ديال التدريس، التفاعل ديال الأساتذة مع التلاميذ، التقويم ديال دوك التلاميذ، ويعني حتى استعمال التكنولوجيا. بالنسبة لثاني هدف كان هو إصلاح منظومة البحث العلمي والابتكار. البحث العلمي كيخصو يخرج من الوراق، يعني ما نبقاوش يعني اللي كيسمع مثلا البحث العلمي كتبان ليه غير ورق، يعني انصوب واحد التقرير يعني على واحد البحث وصافي. لا، بغاوه ما يبقاش يعني غير على الورق، وانما يدخل للسوق، يكون عنده واحد لامباكت، يحل ليا واحد المشاكل ديال المجتمع. وهنا كيخصنا نعرفوا بانه كاين جوج الانواع ديال البحوث: كاين البحث الاكاديمي التقليدي اللي هو كيبقى غير في النشر، وداك الشيء اللي كنبقاو مثلا نقراو، كنلقاو دوك البحوث يعني اللي يعني منتشر في الانترنت او في شي حاجه بحال هكا، المهم كتدخلوا كتقراو. ولكن كاين نوع اخر اللي هو البحث الموجه للتنميه، اللي هو كيدير ليا واحد التحول اقتصادي. دابا حنا الهدف هو هذا البحث الموجه للتنميه، هو اللي بغينا نعطيوه التركيز اكثر. وهنايا غادي يجيو كاين واحد، يعني هنا غيجينا واحد المبدا ديال التثمين، فالوريزاسيون. شنو هو هذا المبدا التثمين؟ انه يكون عندنا واحد البحث علمي، براءة اختراع، يكون عندنا واحد التطوير اولي او واحد النموذج اولي، تكون عندنا شركه ناشئه، منتوج اقتصادي. يعني مثال بسيط: واحد الباحث اختار لنا مثلا واحد الماده كتحافظ لنا على الماء، غادي يمشي غيسجلها، من بعد غادي يطور هذاك الاختراع ديالو شويه، غيخلق واحد المقاوله، وبديك المقاوله غيدخل السوق. اون فوا غيدخل السوق فغادي يولي عنده واحد لامباكت على الاقتصاد. ثالث هدف كان عنده هو الحكامة والتمويل. بالنسبة للحكامة، فقانون الإطار نظم الأدوار، دار أن الوزارة هي اللي غتكلف قيادة السياسات، الأكاديميات هما اللي غيتكلفوا بالتنزيل جهوي، والجامعات غتكون عندهم واحد الاستقلالية وغيتكلفوا بالمشاريع، وكاين عندنا مؤسسات التكوين والمجالس الوطنية. أما بالنسبة للتمويل فبغى أن يكون تمويل مشترك، يعني الدولة بوحدها ما يمكنش تمول، كيخص واحد الشراكات، يعني كيخصنا استثمارات خاصة، يعني خاص دابا يدخلوا معنا بريفي، يعني كيخص يكون واحد التعاون دولي. وهذه النقطة مهمة يعني يعقلوا عليها، حيت هي اللي غنحتاجوها في الجزء الثالث من الإصلاح. دابا قلنا الجزء الأول هو هذا الإطار قانون، وبالنسبة للجزء الثاني فهي الرؤية الاستراتيجية ESRI 2030. بالنسبة لهاد يعني ESRI 2030 هي واحد الخطة ديال 10 سنوات من 2021 حتى 2030، وهي تم الإطلاق ديالها مباشرة من بعد صدور القانون إطار 51/17، باش تكون هي الإطار ديال التنفيذ للجامعة الجديدة، يعني جامعة جديدة، يعني بواحد الرؤية جديدة، بواحد الشكل جديد. شنو هو الهدف ديالها؟ أننا تكون عندنا واحد الجامعة قوية ومستقلة، قادرة على اتخاذ القرارات ديالها الأكاديمية والبحثية بواحد الفعالية. ثاني حاجة أنها تكون عندنا واحد التنافسية عالميا، يعني باش الجامعات المغربية تولي حاضرة في التصنيفات الدولية بحال تايمز وشانغهاي. ثالث حاجة أنه تولي عندنا هي محرك للابتكار، يعني البحث العلمي ما يبقاش حبيس المختبر، وإنما يولي جزء من الاقتصاد الوطني. رابع حاجة أنها يكون عندنا واحد التأثير اقتصاديا، يعني كل مشروع بحثي تكون عنده إمكانية إنتاج قيمة مضافة للسوق والمجتمع. يعني شنو غنفهموا؟ بأن هاد ESRI بحال واحد المخطط كبير، الجامعة كيخصها تولي مصنع ديال الابتكار، وتخرج ليا واحد الطلبة اللي قادرين يخدموا السوق ويخلقوا واحد المشاريع اللي جديدة. شنو هما الأهداف ديال هاد المخطط؟ أول حاجة أنه يرفع ليا ترتيب الجامعات المغربية، يعني باش يرفع الترتيب ديالهم كيخصو يحسن الجودة العلمية، يدعم البحث العلمي الرصين، ويكون التعاون الدولي مع جامعات مرموقة. ثاني هدف هو زيادة المنشورات العلمية والبراءات،
باش يحققوا كيخص التركيز على البحث التطبيقي وتشجيع الباحثين على نشر نتائج قابلة للتثمين كيف قلنا قبيلة لا فالوريزاسيون. ثالث هدف هو خلق شركات ناشئة جامعية، وذلك بالتركيز على أشمل أنه يحول لي هذوك الابتكارات الجامعية لمشاريع اقتصادية، ويدرب لي الطلبة على ريادة الأعمال. رابع هدف وهو تطوير الكفاءات. وكيفاش غيطور لي الكفاءات؟ ملي غادي يكون لي واحد الباحثين شباب ويدعم البحث بالمعدات والتقنيات الحديثة. خامس هدف وهو استقطاب الكفاءات المغربية بالخارج. كيفاش غيديرها؟ بأنه غيخلق ليا واحد الشبكة وطنية من الخبراء، غينقل التكنولوجيا والمعرفة، وغيحسن قدرات الجامعات على الابتكار. مثال، واحد الباحث في الكيمياء في جامعة محمد الخامس اخترع واحد المادة صديقة للبيئة، وساعدو باش يسجل واحد البراءة. من بعد نشأ شركة ناشئة صغيرة ويدخل السوق ويخلق واحد القيمة اقتصادية. دابا غادي نشوفو الإصلاح البيداغوجي اللي هو داخل ما بين الأهداف ديالها. أول حاجة باش يديرو هاد الإصلاح البيداغوجي فكيخصنا الرقمنة، يعني جميع التكوينات تكون متاحة رقميا. ثاني حاجة التعليم الهجين. شنو كنعنيو به؟ هو أننا نمزجو بين حصص حضورية وحصص افتراضية. ثالث حاجة هو الذكاء الاصطناعي، يعني يوليو يدمجو هاد الأدوات تاع ال AI في البحث والتعليم. وكاين عندنا التغير المناخي، بمعنى أنه واحد المناهج جديدة هي اللي غتعلم الطلبة حلول مستدامة، يعني ما نبقاوش نخدمو بالمناهج القديمة وما نبقاوش نعتمدو على الحلول القديمة. من بعد تحديث المناهج، بمعنى إدماج مهارات القرن 21، هاد لي كولابوراسيون لي كرياتيفيتي كريتيكال ثانكين كومونيكاسيون. هادشي كامل كيخصنا توا ندمجوه ويولي من المهارات ديال الطلاب. من بعد كاين عندنا مهارات البحث والابتكار، يعني كيخصنا نطوروا واحد المهارات ديال الابتكار وريادة الأعمال كيف قلنا عند الطلبة. اليوم الطلبة ما بقاوش غير خاصهم يقراو النظري، ولكن كيخصهم يتعلموا يحلوا مشاكل حقيقية ويدخلوا مشاريع للسوق. دابا المغرب هادشي اللي محتاج ماشي يعني الطالب كيخرج كيقلب على شي حاجة اللي هي ديجا موجودة وبيخدم. هما شنو بغاو؟ الرؤية ديالهم انك انت كطالب في التكوين ديالك انت تكون كتعلم كيفاش انك دير مشروع جديد، ولكن كيخصهم كيف قلنا يوفروا لكم هادشي كامل اللي كنا كندويو عليه دابا، باش ان الطالب كيقدر انه الا دار واحد الاختراع ديالو يقدر انه يسجلو. يعني كيكونوا كلشي الماتيريال موفر ليه، والظروف الى اخره حتى المناخ. وكيف قلنا باش الدولة أنها تحقق هذا الشيء ف يعني كيخصها واحد التمويل، وهذا التمويل يعني كيخصها تعتمد حتى على شركاء خاصين. ما يمكنش لا هي بوحديتها دير هذا التمويل هذا. ومثال عملي شكون اللي زعما دابا حاليا دايرين مع شراكة وهي لوسيبي، فهي غادي تدعم لينا هذا البحث. غادي تجهز لينا المختبرات، توفر لينا واحد التمويل اللي هو مستمر، غتستقطب لينا أفضل الباحثين، وغدير لنا حتى نقل تكنولوجيا للقطاع الصناعي. يعني بحال إلا قلتي دابا الدولة دارت لينا مثلا واحد الدار مثلا ولوسيبي هي اللي غتجهزها. بالنسبة للغلاف المالي فغادي يخصصوا مليار ديال الدرهم لدعم البحث لدعم البحث العلمي. وهاد يعني مليار ديال الدرهم فغادي توزع على 2025 2028 باش يضمنوا استمرارية التمويل. بالنسبة للتأثير ديالها فهما كيتسنى يكون عنده واحد التأثير مباشر على استقرار المشاريع البحثية. ومن خلال هذا المخطط فالمغرب باغي اليوم أنها تكون عنده واحد الاستقلالية معرفية في العلوم والتعليم والبحث، يعني تكون عنده واحد القدرة باش يحل المشاكل الوطنية بواحد الأدوات محلية ويستافد من البحث العلمي في خدمة الاقتصاد والمجتمع. وباش يستافد من هذه الخدمة يعني ويحس بالامباكت ديالها فهو كاين عندنا واحد الرهانات ديال السيادة. ويعني بحال قلتي كاين عندنا 6 ديال النقاط اللي حنايا بغينا هذا البحث العلمي أركز عليهم بالأكثر. كاين عندنا أول حاجة وهي السيادة المائية. كيف ما كتعرفوا التحديات اللي كيعيشها المغرب هو الجفاف وندرة الموارد، وحنا كنتسناو يعني من البحث العلمي اقتراح حلول بحال تحلية المياه، إعادة التدوير، الزراعة الذكية، الري بالتنقيط الذكي. ثاني حاجة وهي السيادة الغذائية، أنه يحقق لي الأمن الغذائي، البحث في البذور المقاومة للجفاف، تحسين الإنتاجية الزراعية، يطور لي سلاسل القيمة الغذائية. بالنسبة ثالث حاجة وهي السيادة الطاقية،
يعني الطاقات المتجددة الشمسية والرياحية، الهيدروجين الأخضر، ومشروع الخلايا الشمسية العضوية. رابع حاجة وهي الصحة، أنهم يكون عندنا أدوية محلية، التكنولوجيا الطبية، وتصنيع اللقاحات والمستلزمات الطبية. خامس حاجة وهو الفوسفات، تثمين الموارد الوطنية، البحث التطبيقي لتحويل الفوسفات لمنتجات صناعية. وسادس حاجة وهي العلوم الإنسانية والاجتماعية، يعني السياسات العمومية، التحولات القيمية، وقضايا الشباب والهجرة. بالنسبة لهادوك الكفاءات اللي بالخارج، باش أنهم يديروا لهم الاستقطاب فغادي يخصصوا 200 مليون ديال الدرهم. كما أنهم غادي يديروا نقل التكنولوجيا والمعرفة، غيربطوا الجامعات المغربية بالخبراء الدوليين، وغيدعموا الباحثين الشباب باش يكتسبوا خبرة دولية ويطبقوها في المغرب. شنو هما الآثار والنتائج اللي كيتسناو من هذا البرنامج الوطني؟ أنه يولي واحد الآلية تنفيذية، وأن يكون واحد الربط مباشر ما بين دير القانون الإطار وما بين هذيك ESRI والبرامج الوطنية، ويضمنوا لي واحد التنزيل ديال الرؤية بواحد الشكل متكامل. في هذا البرنامج الوطني 2025 2028 فغادي يجيب لي ثلاثة تاع البرامج، وهو البرنامج ابن بطوطة اللي كيخاص بالتكوين، اللي غادي يولي يدعم لي الباحثين الشباب يدير التكوين بالخارج، التأطير والتوجيه المستمر. ثاني برنامج هو برنامج ابن البناء اللي كيخص التميز العلمي، فهذا غادي يكون خاص بمشاريع ابتكارية عالية الأثر، بحوث مميزة في المجالات الاستراتيجية، ربط الجامعات بالقطاعات الاقتصادية. وثالث برنامج وهو البرنامج اللي خاص بالتثمين اللي سميتو برنامج النفساوية. كاين عندنا فيه خطوات عملية، وهو أول حاجة خاصو يكون عندنا واحد البحث علمي. من بعد هذاك البحث العلمي كنديرو ليه براءة اختراع، كيولي هو واحد النموذج أولي. من بعد كنشئو واحد ستارت اب وصافي كندخلو للسوق. يعني باحث في جامعة اختار عندنا كيقلنا تكنولوجيا مثلا كتقلل استهلاك الطاقة، غيسجل البراءة، غيطور لينا واحد النموذج أولي، من بعد غينشأ شركة، وفي الآخر غيبيع أول منتوج ديالو في السوق. يعني ملخص شامل هادشي كامل اللي شفنا. أول حاجة كانت عندنا وهو القانون الإطار 51/17. من بعد قلنا في هاد يعني الإصلاحات اللي دارت الدولة، فكاين عندنا الرؤية 2015-2030. من بعد غادي تجي هاديك ESRI، وفي الأخير عندنا هاد البرنامج الوطني 2025-2028. هذا هو غير كيفاش غيديروا التنزيل، هو اللي داروا فيه دوك البرامج والغلاف المالي اللي خاص بالتنزيل ديال ESRI. يعني شنو هما التحديات اللي غيبقاو لينا من بعد هاد الإصلاحات وهاد التنزيل وهاد الشي كامل؟ وهو أنه يولي عندنا تغيير ديال العقليات، يبسطوا شوية المساطر الإدارية، ويدمجوا لينا القطاع الخاص أكتر. دابا السؤال يعني اللي كيتطرح وهو من هنا ل 2030 واش هادشي فعلا غيتحقق؟ الجامعة والبحث العلمي كيفاش غيكون في المغرب؟ بالنسبة اللي عنده شي سؤال أو شي طلب يخليه ليا في الكومونتير، اللي ما تابوناش يتابونا في لاشين. إلا عجبكم لا فيديو ما تنساوش ديروا ليا لايك، وبالتوفيق ليكم كاملين إن شاء الله.